انا بردان لسه. واخد بالك الدنيا برد جدا جدا يا جماعه، جدا. احنا لسه جايين من بقول بره. لك ايه، انت شايف المهندس عادل لابس طاقية الخواجه صح؟ كل اللبس ده وبردان يا كابتن عدلي. ابرد عندكم ولا في اليابان يا نزلت كابتن عادل؟ اشتريتها والله دلوقتي. انت الجو ابرد عندكم هي ولا دي كان مش في اليابان؟ هتخلص مع الكابتن شريف اكيد. قلت لك خدني معاك. لا اليابان هم عاملين حسابهم ان الدنيا برد فكانوا بيدفونا. انما هنا ما حدش عامل حسابه على ان الدنيا برد، فاحنا بنسقع فعلا يعني. ربنا يديكم الصحه. اما وانك انت يا كابتن اسلام يعني فرضت المقارنه بين هنا وبين اليابان، خليني اسال المهندس عدلي، لان احنا رحنا كل بطولات العالم اللي قبل كده، ايه البطوله دي مختلفه عن البطولات السابقه في ايه، وكواليس البطوله لغايه دلوقتي شايفها ازاي؟ وعايز يا كابتن اسلام كل جماهير الاهلي تعرف من خلال مهندس الصفقات ايه كواليس الصفقه اللي فضلت عالقه بين السماء والارض ديت. بدات واحنا في مطار القاهره وانتهت واحنا في مطار ابن بطوطه. يا ريت نشوف مع المهندس عدلي ايه الحكايه اللي حصل وكواليس البطوله لغايه دلوقتي ايه. يعني ابراهيم ما فيش فايده فيه، عمال برضه يتصيد وما علينا. لا هبتدي بالاول. الفرق بين هنا وبين اليابان فرق يخصنا احنا، ان احنا في اليابان كنا رايحين تجربه جديده، وكنا يعني وفي اليابان فكان في حاله من الانبهار، و يعني بنتعرف على عالم جديد مش متعودين عليه. دلوقتي الحمد لله الاهلي تعود على هذا الجو. ولكن طبعا اول فارق انك في استضافه دوله عربيه استقبلونا استقبال دافئ جدا بشكل رائع، يعكس فعلا حب صادق من القلب. ولكن يعني احنا جينا من المطار لتطوان، يعني مش عايز اقول لك، قالوا لنا الاول دول 50 60 كيلو، قطعنا اكتر من ساعتين، وقالوا لنا اصل الموكب ماشي على مهله. انما المهم الدنيا كانت يعني مشوار طويل وبرد جدا. بس اول ما جينا هنا في الفندق اللي احنا فيه، بصراحه يا جماعه يعني قريه صحيه. الاوضه مش جناح، ده جناح سوبر السوبر، واسعه جدا جدا. والدنيا براحه قوي عندهم، يعني كل حاجه يعني بزياده شويه، يعني من حيث الشياكه والجمال والسعه. يعني صالون القيعي بيتعمل عندك يا كابتن عدلي يا باشمهندس زي ما كان في الدوحه؟ ده مش صالون، ده استاد القيعي، ده الاوضه ما عندهاش. بس استاد القيعي دلوقتي الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصر.